السلام عليكم. اروح نحضروا مع بعض انجح وصفة دونات يجوا خفاف ريشة ورايحة نقدمهم لكم بطريقتين. تبعوني. في ريسيبيون نديرو كاس تاع الحليب دافي ليكيفالون تاع 125 مليلتر، نضيفو 2 مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبيره تاع الخميره الفوريه ولا خميره الخبز، ونخلطوه بالفوي باش يذوب هذاك السكر. نغلفوا الخليط بفيلم غذائي ونخلو الخميره تتفاعل لمده 15 دقيقه. بعدها نديغازيوها ونضيفوا لها بقيه المكونات. نضيفوا حبه بيض كامله، مغرف صغيره تاع لافاني، ونخلطوه هكا باش تنحل الحبة تاع البيض بشكل جيد مع الخليط. والبيضة تاعكم لازم تكون دافية، ما تكونش من الثلاجة باش ما تفسدناش الاختمار. نضيفوا كمية تاع الفرينة مع مغرف صغيرة تاع الخميرة الكيميائية، ونشفوا العجينة تاعنا بالفرينة، نضيفوها بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة. نضيفوا لها ملعقة كبيرة تاع الزبدة ونعجنوها. في الأول رايحة تتقطع لكم العجينة وتبان لكم أنها فسدت، استمروا في العجن لمدة حوالي دقيقة كاملة ورايحين تتحصلوا على عجينة ملساء وطرية وما تلتصقش في اليد. نخلوها تختمر في نفس الريسيبيون اللي عجناها فيه. هاد المرة رايحة تاخد منكم من 20 حتى ل 30 دقيقة. بعدها نديغازيوها وننزلوها فوق لو بلان دو طرافاي تاعنا، نطالوها بسمك حوالي نصف سنتيمتر، ونجيبو قطعة كيما هادي ونطبعوها. وباش ما يفسدناش الشكل تاع لي دونات ما نقعدوش ندو ونجيبو في القطعة، ندوروها في مكانها كيما راكم تشاهدوا. الآن ناخد اون دوي وبالظهر تاعها نشكل ثقوب. ناخدو لي دونات ولا القطعة تاع العجين ونديروهم يختمروا في صينية مرشوشة بالفرينة. بعد ما يختمروا نقلوهم في زيت غزير على نار متوسطة، نقلوهم من الجهتين نتحصلوا على هاد النتيجة. حمروهم مليح، نتحصلوا على هذاك الخط وهاد الدرجة من الاختمار والطهي، يجو خفاف وبزاف بنان. العجينة اللي تبقات لي طبعتها دوائر ورايحة نقليها بهذا الشكل. هذه هي النتيجة والكمية اللي نتحصلوا عليها. أشهى وأخف دونات ممكن تحضروهم. رايحة نقسم لكم حبة من كل نوع باش تشوفوا الخفة والطراوة. وبالمناسبة لي دونات ما يجوش فارغين لكن يجوا خفاف ريشة. طبعا هادو ماشي دي بينيي باش يجوا فارغين من الداخل، لكن نضمن لكم انهم يجوا خفاف كيما القطن، بينما هذا النوع الثاني رايح يجيكم فارغ كيما راكم تشاهدوا. استعملت في تقديمهم لاباتا تارتيني بيونكا وناتورا من عند الوجدان. ما تنسوش تحضروهم وتوجدنوهم انتوما تاني. سجلوا الفيديو عندكم وما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير. تهلاو في رواحكم، نتلاقوا في فيديو جديد والسلام عليكم.